السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا كل متابعاتي الأمارات؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد. هنعمل النهاردة بوكسات السعادة لشغل الأونلاين، تشكيلة حلوة ومتنوعة بتزيين جميل. هنعمل ميني تورتة وديسباسيتو وطواجن تريليتشا وكمان كبات. بس قبل ما نبتدي، عاوز اللي مشتركش في القناة يشترك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعارات الفيديوهات الجديدة. هنعمل من صاجين بس كل الحاجات الحلوة دي اللي انتوا شايفينها. هنعمل صاج فانيليا والتاني شوكولاتة، وده طبعا بيكون حسب رغبة العميل. هنحتاج لصاج الفانيليا 250 جرام سبونج، رشة فانيليا وثلاث بيضات وربع كوباية مية ساقعة متلجة ومعلقة صغيرة محسن جل. وكل المقادير دي بدرجة حرارة الغرفة، وممكن نستغنى عن المحسن لأن طبعا السبونج بيكون فيه محسنات الطبيعية المطلوبة بتاعته. هنخلط المقادير كلها مع بعض في العجان. هنبدأ طبعا بسرعة متوسطة وبعدين هيبقى أعلى سرعة، على عكس الكريمة مش بنستعمل فيها أعلى سرعة علشان ما تفصلش مننا. وحابة أقولك برضو لو مش متوفر يعني عندك عجان، ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي، لكن مش ممكن أبدا تستخدمي المضرب اليدوي أو الخلاط، لأن الحاجتين دول مش بيساعدوا إن ندخل كمية هواء كبيرة في الخليط بتاعنا، وإحنا طبعا محتاجين في خليط الاسبونش بالذات إن إحنا ندخل كمية هواء كبيرة. المهم هنضرب المقادير دي كلها مع بعض لمدة من 5 ل7 دقايق لغاية ما تبقى زي الكريمة، ومقدارها يزيد ويتضاعف بالشكل ده. في الوقت ده هجهز صاج 30 في 40 وبطنه بورق الخبز أو ورق زبدة. في الوقت ده أنا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، وهحط الصاج على الرف الوسطاني أو الأعلى منه على حسب درجة حرارة فرنك طبعا. مدة السوا هتاخد مني من 10 ل 12 دقيقة، مش أكتر من كده. هنخرجه ونغطيه بفوطة ونسيبه يبرد خالص. ممكن تخليه يبات في التلاجة ليلة كاملة، يكون أحسن ليكي علشان تشتغلي فيه براحتك من غير ما يفرول منك الكيك. وبدأت أحضر صاج من سبونج الشوكولاتة. هضيف نفس المقادير بس هزود 50 جرام بس في دقيق السبونج. وطبعا أنا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. زودت 50 جرام لأن أنا بستعمل في سبونج الشوكولاتة نوع اسمه ايجي شيف، ده مش بيديني الارتفاع اللي أنا عايزاه، على عكس سبونج الفانيليا بستخدم فيه نوع اسمه جولدن باك بيديني ارتفاع كويس. زي ما انتوا شايفين قوام الخليط متوسط، لا هو تقيل ولا سايل. وانزل بيه في صاج 30 في 40 متبطن بورق الخبز. ممكن كمان المقادير دي تحطيها في حلة كيك مقاس 16، وابدأ اسوي سطح الكيك كده بالسكرابر. وعلى فكرة كيك الاسبونج مش بيرتفع قوي في الفرن لان هو واخد كل الارتفاع بتاعه اثناء الضرب. هخرج الكيك من الفرن واغطيه بورق خبز على السطح مباشرة. ليه بقى؟ علشان القشرة الخفيفة اللي على سطح الكيك تلزق في الورق وما نضطرش ان احنا نشيلها بالطرنش ونهدر في الكيك. طبعا القشرة دي لازم تتشال عشان بيبقى فيها زفرة البيض وبتكون ملزقة كده ومتتاكلش. وطبعا هسيب الكيك متغطي لمدة ليلة كاملة في التلاجة علشان اقدر اشتغل فيه برضو من غير ما يفرول. هنا بدأت اشيل وش الكيك زي ما انتوا شايفين، وهسلك الكيك بالسكينة كده من الاطراف واقلبها على الرخامة. اول حاجة جبت كادر او اي حاجة اقطع بيها تكون شكلها مدور، ده عشان الميني تورتة. هنا جبت كادر مقاس 14 وهبدأ اقسمها، وهاخد 3 ديسكات بالشكل ده كده. وكمان هاخد مقاس طواجن التريليتشا بكادر مناسب، او ممكن تقطعيها باي حاجة. وطبعا بواقي الكيك هنستخدمها في الكبات او نشيلها في كيس تلاجة ونحتفظ بيها في الفريزر، في اي وقت ممكن نخرجها ونخليها تفك ونستخدمها. ودلوقتي هبدأ بتحضير كريمة الفانيليا. نزلت في بولة العجان بكوبايتين مية متلجة وعليهم 3 معالق سكر حبيبات كبيرة، طبعا لأن الكريمة الخام بتبقى مش مسكرة. وأنا بستعمل كريمة لباني من شركة ريتش المتحدة، وده أفضل نوع جربته وعجبني جدا لأنه بيديني قوام حلو جدا وبيرمي معايا كمية كويسة. وكمان عشان أخلي الكريمة غنية أكتر ضفت 3 معالق حليب بودر. ممكن نستغنى عن الحليب البودر وعن المية المتلجة ونستخدم بدلهم كوبايتين من الحليب المتلج. هضرب كل المقادير دي على سرعة متوسطة. هبدأ دلوقتي أجهز البورد بتاع الميني تورتة. ده بورد مقاس 15، ولازم طبعا يكون أكبر حاجة بسيطة من مقاس التورتة عندي مقاس 14. أحط الكادر كده عشان أقيس بيه ورق الفاكيوم اللي هلف بيه الكيك، لأن طبعا الكيك هنا مش هجلسها من بره، لأن التورت بتاعة البوكسات أو بوكسات العروض بالتحديد المفروض تبقى اقتصادية. وده قوام الكريمة زي ما انتوا شايفين. هحطها في كيس حلواني، أو ممكن تستخدمي معلقة أو أي حاجة تفردي بيها الكريمة. هبدأ أرص طبقات الكيك كده واسقيها بالسيرب خفيف. السيرب ده أنا عملت كوباية سكر مع كوباية ونص من المية وعصرة ليمون، وخليتهم يغلوا على النار بس لمدة 5 دقايق. ومش هنحط بالشربات فانيليا
لو عايزين نحفظها في التلاجة كام يوم، لأن الفانيليا بتغير طعمها وساعات بتخلي الشربات يحمض، وده بسبب الفانيليا. وهنا كنت مجهزة النكهات اللي هعمل بيها الحشوات والتوبينج. عندي نوتيلا شوكولاتة، وعندي نوتيلا بيضة، وكمان جيليو فراولة وجيليو مانجا، وعندي كمان جناش كنت مجهزاه بالشوكولاتة الخام. تقدري تعملي بيها وتقدري تغيري في الحشوات زي ما انت عايزة. ونبدأ نحط الكيك والكريمة بالتبادل كده بالشكل ده. وبالنسبة للحشوات بتكون حسب ذوقك أو حسب طلب العميل. أنا هنا مطلوب مني تورتة بنكهة الكراميل، فاستخدمت في الحشوة جيليو كراميل. ممكن تستخدمي جيليو فراولة أو مانجا، تحطي مكسرات، تحطي شوكولات شيبس أو فواكه فريش، مانجا، فراولة، كيوي. ممكن كمان تحطي كمبود أناناس، كمبود خوخ. وهبدأ أسوي سطح الكريمة بظهر معلقة أو بالسباتولا، وبمنديل أنضف ورق الفاكيوم بتاعي وأشيل الكدر. وبعد كده هنزل فوق منها بطبقة خفيفة من جيليو الكراميل. وبعدين هعمل خطوط بالنوتيلا البيضة اللي هي القابلة للدهن، وبعصاية الشيش هرسم خطوط بالطول وخطوط عكسية كده، بتديني شكل جميل وبسيط في نفس الوقت. وبكده خلصنا أول حاجة معانا في البوكس، وهي الميني تورتة. ندخلها بقى التلاجة تبرد وتشد شوية. نيجي بقى لطواجن التريليتشا. حطيت طبقة من الكيك وبسقيها كده بالشربات الخفيف، وانزل بالكريمة. طبعا التريليتشا الأصلية يا جماعة بتبقى بتتسقي باللبن، بس لسه طبعا الجو حر، ممكن اللبن يغير طعم الكيك وما يبقاش حلو كده زي السيرب. ونزلت بالطبقة التانية من الكيك، وما ننساش نسقيها بالشربات، وجلستها بالكريمة زي ما انتوا شايفين، وهدخلها التلاجة تشد شوية لغاية ما نشوف هنزينها ازاي. وبدأت في الطاجن التاني هعمله بنفس الطريقة. نزلت بطبقة الكيك وسقيتها شربات، وفوق منها بطبقة الكريمة، وحطيت حشوة جيليو مانجا، لأن الطاجن ده أنا هزينه بالمانجا الفريش. وزي ما انتوا شايفين نزلت بتاني طبقة من الكيك وسقيتها بالشربات، وضفت عليها الطبقة الأخيرة من الكريمة، وبسويها كويس كده بالسباتيولا. وجهزت التب بتاع الوردة علشان أعمل روزيتات أو وردات من الكريمة على أطراف الطاجن. وبعدين هجهز المانجا الفريش، كان عندي مانجا قطع، هخلطها بمعلقة واحدة من جيليو المانجا، علشان المانجا لما بتقعد بتتأكسد ولونها بيسمر، فلو زينتها بالجيليو اللامع مش هيحصل لها كده. وهنزل بيها في نص الطاجن كده زي ما انتوا شايفين. شكله جميل ومشهي وشياكة. هبدأ في الطاجن التاني اللي كنا جهزناه ودخلناه التلاجة. هعمل برضو روزيتات على أطراف الطاجن كده، وعندي هنا نكهة البلوبيري. وانزل بالصوص بتاعي في وسط الطاجن كده واسويه بظهر معلقة، وابدأ زين الروزيتات بتاعتي بكريسبي او بشوكولات شيبس زي ما انت عايزة. انا اخترت هنا الكريسبي السيلفر عشان لونه مناسب للون الموف بتاع البلوبيري. وكمان هزين البلوبيري بالكريسبي الابيض. شكله بسيط وجميل، شكله بصراحة يفتح النفس. وبكده خلصنا الطواجن بتاعتنا، هنغطيها وندخلها التلاجة علشان تشد وتبرد. وعندي هنا كيك سبونج الشوكولاتة، هبدأ أشيل القشرة كده من عليه، وأبدأ أسلكه بالسكينة وأخرجه من الصاج وأقلبه على رخامة، وأبدأ أقطع 3 ديسكات ميني تورتة، لأن أنا هعمل من الكيك ده ميني تورتة وديسباسيتو وكبات. معايا كادر مقاس 14، هاخد 3 ديسكات، وبعدين هجيب مثلث الديسباسيتو هقطع بيه زي ما انتوا شايفين كده مثلثين للديسباسيتو. وكمان هعبي كبين لكيك الشوكولاتة، وبواقي الكيك طبعا دي هنعمل منها 2 موس اوريو، واي بواقي تزيد مني هحطها في كيس تلاجة وادخلها الفريزر لوقت ما احتاجها. وهقفل الكبات كده واخليها على جنب عشان الكيك ما ينشفش، وابدا اجهز الكريمه وخليط التسقيه. وهبدا بتجهيز كريمه الشوكولاته. عندي الكريمه اللي اتبقت من كريمه الفانيليا، هضيف عليها معلقتين كاكاو منخولين، انا بستخدم كاكاو اسباني، وهضرب الكريمه في العجان علشان اخرج منها الهواء. وبالنسبه للتسقيه انا بحب اسقي كيك الشوكولاته بالحليب مع اي نوع من الشوكولاته زي الجناش او النوتيلا او النسكويك. جهزت هنا كوبايه حليب ودفيتها كويس، وضفت عليها معلقه كبيره من الجناش ودوبتهم. وبدات اجهز البورد مقاس 15، حطيت عليه الكادر ولفيت عليه ورق الفاكيوم زي ما انتوا شايفين، وهبدا ارص طبقات الكيك بالتبادل مع الكريمه. هنا نزلت بطبقه كيك وسقيتها بالحليب، ونزلت بالكريمه
وبما ان التورته دي هزينها بجناش الشوكولاته فاستخدمت في الحشوه جيلي شوكولاته. ممكن تستخدمي كمان نوتيلا او تحطي الجناش بين الطبقات، او تحطي كريسبي او شوكليت شيبس، اي حاجه فيها شوكولاته تدعم الطعم وتعززه. وبدات ارص طبقات الكيك بالتبادل مع الكريمه وجيلي الشوكولاته لغايه ما وصلت لاخر طبقه. حطيت الكريمه على الوش وابدا اسويها كده بظهر معلقه او بالاسباتيولا، وشيلت البورد وبدأت أنضف الورق الفاكيوم بتاعي بالمنديل، وهدخل الميني تورتة التلاجة علشان تجمد والكريمة تشد شوية قبل ما نزينها. وهنا عندي الكبات ومثلثات الدسباسيتو، هبدأ أعمل فيهم نفس الخطوات. هسقيهم بخليط التسقية، وياريت الحليب يكون دافي علشان كيك يتشربوا كده ويبقى جوسي وطعمه حلو. وهنزل بطبقة من الكريمة أسويهم كويس واغطيهم وادخلهم التلاجة حوالي نص ساعة علشان يبردوا. ولما اضيف عليهم الجناش او الشوكولاتة او اي جوليوهات تحبي تزيني بيها، الكريمة ما تتلخبطش منك. وابدأ بتجهيز موس الاوريو. عندي الكريمة اللي اتبقت من كريمة الشوكولاتة، هضيف عليهم معلقتين كبار من الاوريو المجروش. وكمان علشان اعزز طعم الشوكولاتة فيه واخليه غني اكتر، هضيف معلقة كبيرة من النوتيلا الشوكولاتة وكمان نوتيلا البيضة، واضربهم بالمضرب او بالعجان علشان يختلطوا كويس مع بعض. وبدأت أعبي الكريمة في كيس حلواني، ممكن تستخدمي معلقة أو أي أداة تحطي بيها الكريمة على الكيك. وبالنسبة لطبقة الكيك، أنا أخدت كمية من كيك الشوكولاتة فرمتها في الكبة ونزلت بيها في كبات موس الأوريو زي ما انتوا شايفين، وهسقيها بحليب التسقية الدافي، وهنزل عليها بكمية من موس الأوريو واسويهم كويس. وهنا جبت ربع كوباية من نوتيلا الشوكولاتة، وهنا مش بحب اسيحها في الميكروويف ولا اضيف عليها لبن ولا اي حاجة، بس بنضيف عليها معلقتين من زيت الذرة، يعني زيت يكون طعمه وريحته كويسين، وتدوبيها كويس خالص لغاية ما تخف معاكي والقوام بتاعها يبقى سايل. وحطيتها في كيس حلواني ونزلت بيها على وش الكريمة، واتفردت معايا بمنتهى السهولة لان قوامها سايل. وجبت واحدتين من بسكوت الاوريو، زينت بيهم وش الكبات بالشكل ده كده، شكلهم رقيق وفي منتهى الشياكة وطعمهم يفتح النفس. وبكده خلصنا كبات موس الأوريو، هغطيها وادخلها التلاجة تبرد، وهنكمل مع بعض تزيين كبات البوكس. وهنا معايا كب ديسباسيتو، يلا نزينه مع بعض. هبدأ بالجناش، وطبعا الجناش ده عملته ازاي؟ عملته ببار شوكولاتة خام اللي هي شوكولاتة المطبخ، سيحتها في الميكرويف او تسيحيها على حمام مية سخن، وبعدين هتضيفي عليها ربع كوباية لبن سخنة ومعلقتين كريم شانتيه خام، وتدوبيهم كويس وتصفيهم وتسيبيهم يبردوا. وكمان هزين النص التاني بنوتيلا بيضة، وبعصاية الشيش هدمجهم كده مع بعض، ونزلت عليهم بحبة من الكريسبي الأبيض والكريسبي البني. وبكده الكب بقى جاهز معايا. نبدأ في المثلث التاني، هزينه بجيلي الفراولة. ولو لقيتي قوام جيلي الفراولة تقيل شوية، هتضيفي معلقتين مية وتدوبيه كويس، هيبقى قوامه مظبوط ويتصب معاكي كويس. وجبت 2 ويفر كده حطيتهم على الوش، وزينتهم بخطوط من النوتيلا البيضة والكريسبي الأبيض بالشكل ده كده. وطبعا أفكار التزيين كلها بتختلف من واحدة للتانية، يعني حسب ذوق كل واحدة فينا، حسب الخامات المتوفرة عندها، حسب كمان طلبات العميلة، يعني زي ما بتطلب منك نكهة معينة أو طعم معين، تقدري بقى تبتكري وتبدعي في التزيين براحتك. ودلوقتي هنبدأ بتزيين الكبات. أول كب معايا هزينه بجيليو المانجا، وزي ما قلتلكوا قبل كده إن الجيليوهات بنخففها بمعلقة مية واحدة، مش بنخففها بزيت أو مش بنسخنها في الميكروويف ولا على حمام مية دافي ولا بنضيف لها أي حاجة تاني. ضفت معلقتين من جيليو المانجا على سطح الكريمة، وهسوي كده بظهر معلقة، وهضيف واحدة ويفر فلوتس، وكمان هزوق بحبة من الكريسبي وخطوط من النوتيلا البيضة بالشكل ده كده. ونيجي للكب التاني، معايا هنا جناش وجيليو كراميل، يعني هعمله نص ونص. هنزل بمعلقة من الجناش واسويها كويس، وكمان معلقة من جيليو الكراميل، وبعد ما اسويهم انزل عليهم بخطوط من النوتيلا البيضة، وبعصاية الشيش اعمل خطوط طولية كده وخطوط بالعكس، شكله هيبقى كده رقيق وحلو وبسيط.
وكده الكبات ومثلثات الدسباسيتو بقت جاهزة معانا، هنغطيها وندخلها التلاجة ونشوف هنعمل الميني تورتة الشوكولاتة ازاي. ودلوقتي هنزين اخر حاجة معانا في البوكس بتاعنا. خرجت الميني تورتة من التلاجة، هبدأ ازينها بروزيتات من كريمة الشوكولاتة. طبعا الكريمة بعد ما بتسيبيها شوية لازم تطلعيها من التلاجة تضربيها تاني علشان تخرجي منها الهواء وما يبقاش فيها فقاقيع هواء. انا اخترت هنا تب البيتي فور عشان هعمل بيه روزيتات، ممكن كمان تختاري تب الوردة او اي تب رقيق تحبي تستخدميه. لفيت التورته كده بالروزيتات، وكمان في النص عملت دايرة من الروزيتات، وبعدين جبت جناش الشوكولاتة. طبعا لو لقيتيه برد او جمد منك شوية هتدخليه الميكروويف 10 ثواني يسيح حبة، او تحطيه على حمام مية دافي عشان يتصب معاكي بسهولة. وهنا زينت الجناش بحبتين من الكونو، ممكن كمان تستخدمي اشكال من التنصفير الشوكولاتة الخام، ونزلت بحبة من الكريسبي البني. وبكده الميني تورته بقت جاهزة معايا، ومن صاجين بس عملنا كل الحاجات الحلوة دي اللي انتوا شايفينها. وبالنسبة لعرض البوكس بتاعي بحط فيه ميني تورته مقاس 14، واحد طاجن وكمان ديسباسيتو وواحد كب، وبطلع البوكس ده على 130 جنيه. وطبعا انت بتسعري البوكس على حسب تكاليفك وخاماتك وحسب المنطقة اللي انت ساكنة فيها، يعني ممكن تشتري الخامات اغلى او اقل مني، فبتحددي الربح اللي يرضيكي على حسب مجهودك وتعبك والتكاليف اللي استخدمتيها. ولو حسيتوا ان انتوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهاردة يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والكومنت الحلو الجميل بتاعكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وباي باي.